هذه شبهة يبثها الإخوان المسلمون قديما. يقول أحد الإخوان، أحد المتابعين عندي في الصفحة من الإخوان المتأسلمين أو من الإخوان الماسونية: لماذا إذا كان الإخوان ماسونية فلماذا حصل القرضاوي على جائزة الملك فيصل؟ ولماذا حصل الغزالي على جائزة الملك فيصل؟ ولماذا حصل سيد سابق على جائزة الملك فيصل ما داموا ماسونية؟ وفي نفس الوقت لم يحصل عليها لا ابن باز ولا ابن عثيمين. طبعا في مغالطات كبيرة جدا هذا، وهم يستغلون بعد أهل الحديث وبعد بعض الضعفاء من أهل الحديث، بعدهم عن الأخبار وعن البحث وعن التقصي يستمع المعلومة وتقع الشبهة في قلبه. أولا بارك الله فيك، الإخوان المسلمون نعم ماسونية، وسأرد على كل شبهاتك نقطة. عندما أعطيت الجائزة مناصفة في عام 1994 بين سيد سابق والقرضاوي، كان سيد سابق قد أعلن من سنوات أنه خرج من جماعة الإخوان، وأعلن سيد سابق من سنوات أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة ماسونية، وذكر سيد سابق بقلمه أنه كان قد أفتى النظام الخاص، أفتى عبد الرحمن السندي باغتيال المرشد الثاني للإخوان المسلمين القاضي حسن الهضيبي، ثم تراجع عندما تذكر قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. تراجع عن هذه الفتوى، وتراجع التنظيم الخاص عن اغتيال حسن الهضيبي. ولكن سيد سابق لم يتراجع قيد أنملة ولم يرجع إلى التنظيم، بل شهد على التنظيم أن التنظيم كانوا يكفرونه صراحة وفي وجهه. والغزالي نصا على أن حسن الهضيبي ماذا؟ ماسوني، وعاش طيلة حياته لم يعد إلى التنظيم ولم ينخرط في التنظيم، مع أن الغزالي كان يستحق أن يكون هو المرشد الثالث، ولكنه لم يرجع إلى التنظيم. والقرضاوي وإن كان أعلن كذبا وزورا أنه استقال من الإخوان المسلمين، هو أعلن هذا وعاد إلى تنظيم الإخوان المسلمين رسميا في 2011. فيا لكع، هو حصل على الجائزة في 1994، فهمت؟ عندما كان لم يكن إخوانيا في ذلك الوقت. ثم كان الحركيون، وهذه نقطة مهمة، يسيطرون على مفاصل القرار في السعودية، وكان الأمين العام لجائزة الملك فيصل هو عبد الله العثيمين، وهو حركي معروف، مؤرخ حركي معروف. واضح يا لكع؟ ولم يتم إخراج الحركيين والدوس عليهم والقذف بهم إلى مزابل التاريخ في السعودية، أقصد القيادات، إلا بعد رؤية 2030 يا لكع. فهمت؟ طيب، كان أهل الحديث مضطهدون في السعودية من الحركيين. فهمت يا لكع؟ ثانيا، وهذه نقطة مهمة لابد أن تضعها في بالك، أن الإخوان المسلمين جماعة ماسونية كانوا يظهرون أنهم على العقيدة السلفية، ولذلك قال ابن باز والعثيمين وغيرهم والألباني قالوا أن جماعة الإخوان من أهل السنة. فلما تبين الوجه الحقيقي للإخوان المسلمين عند ابن باز أخرجهم من أهل السنة وقال إنهم من 72 فرقة. وقال العثيمين لا نعرف لهم عقيدة، وهذا من أعظم الجرح عند أهل السنة. وقال الألباني رحم الله الجميع الإخوان المسلمون أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، وقال كيف نقول أنهم من أهل السنة وهم يحاربون السنة يا لكع؟ واضح؟
أهل الحديث لا يتقلبون وإنما يحكمون على الواقع. عندما كان الإخوان يظهرون أنهم أهل سنة حكموا عليهم أنهم أهل سنة. عندما ظهرت عقائد الإخوان الباطنية حكموا عليهم. الآن الإخوان ما عاد خرجوا من أهل السنة فقط، بل بعضهم خرج من الإسلام، وكجماعة هي تعتنق دين الوثنية الديمقراطية وتعتنق دين الوثنية العلمانية اللي هو الإنسانية. وقد صرح القرضاوي وكفره على بعد ذلك الشيخ صالح الفوزان، صرح بأن الحرية مقدمة على تحكيم الشريعة. طيب، وقال سنقاتل من أجل الديمقراطية، وهلك عدو الله وهو يقاتل من أجل الديمقراطية. ثم لو فرضنا أن الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني لم يحصلوا على الجائزة، لم يحصلوا عليها يا لكع، فهم أكبر أصلا من الجائزة. يعني أقول لك مثلا، هل يوجد كتاب في الفقه عند الإخوان المسلمين مثل الشرح الممتع؟ هل يوجد كتاب في الحديث عند الإخوان المسلمين كسلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة؟ طيب، أزيدك من الشعر بيت. ومع هذا ابن باز حصل على الجائزة في عام 1982، وابن عثيمين حصل عليها أيضا في 94، والألباني حصل عليها في 99. يا لكع، بقيت شبهة. قال والشيخ ربيع المدخلي لم يحصل عليها. أتعلم يا لكع أن الإخوان يقولون أن الشيخ ربيع ضابط في المخابرات؟ طيب، تعال أبين لك الكذبة حقكم والخرية حقكم. الشيخ ربيع رحمه الله لم يكن مرضيا عنه من النظام السعودي ومن الدولة السعودية، لم يكن مرضيا عنه. ولذلك في فترة من الفترات أمير المدينة رحم الله الجميع نفى الشيخ ربيع من المدينة. تعرف هذا؟ وبقي الشيخ ربيع سنوات يعيش في مكة بعيدا عن بيته وعن مدينته وعن مدينة رسول الله التي أحبها، إلى أن مات أمير المدينة رحمه الله. ثم تقدم الشيخ ربيع باسترحام إلى أمير المدينة الجديد، فأذن له بالعودة إلى المدينة والسكنى في بيته في المدينة. تعرف هذا يا لكع ولا ما تعرفه؟ هذا اللي بتقولوا عليه أنه مخابرات، يعمل مخابرات مع من؟ مع السلطات السعودية. ألا شاهت الوجوه يا أبناء ماسون. تصور أنه شهد عليكم الغزالي وشهد عليكم سيد قطب أن جماعة الإخوان جماعة ماسونية، وأن مرشد الإخوان حسن الهضيبي ماسوني بامتياز.